عبده سليمان. تمام، قول لي بقى بما ان احنا في نهايه 2023 حققت حاجه من احلام 2023؟ هو زمن الاحلام خلص، ما فيش حد هيحقق حاجه دلوقتي بالنسبه للاقتصاد وبالنسبه ان ما فيش شغل وبالنسبه اصلا الدنيا متدمره على كل. ايه الاحباط ده؟ فاستحاله. لا هو زي ما بكلمك، اصل انا برضو من ضمن الناس وعارف الدنيا ماشيه ازاي. فما فيش حد هيكون حقق حاجه غير مثلا هتلاقيه خطب، عمل الكلام ده. ده هدف كويس. بالنسبه لتحقيق الاحلام زمن الاحلام عدى. أيوة. فخلينا في السؤال التاني. تمام ماشي. ايه اسعد يوم مر عليك في 2023 وما تقوليش ما فيش؟ لا في يوم. انا مامتي كان عندها المرض الوحش والحمد لله يعني بدات تتحسن والكلام ده كله، ده كان يعتبر احسن حاجه عدت عليها في الفتره دي. ربنا يشفيها يا رب، الف سلامة عليها. طيب الشخص اللي بعت لك رساله الساعه 12 بالليل اللي هو في يوم راس السنه، يعني لسه موجود معاك لحد دلوقتي ولا لا؟ لا ماشي يعني. تمام. طيب قول لي طلعت بمين في 2023؟ لا طلعت بناس كتير قوي، اولهم ممكن... اهلي واخواتي وفي صحاب كتير قوي بصراحه. طب ما تقول لي يعني اسماء ناس منهم. لا في كتير قوي، هتلخبط اساميهم كتير قوي، في ناس كتير هتزعل، ما في ناس هتزعل لو قلت مثلا حددت. فاهماني؟ طب مين اكتر اتنين مقربين؟ اكتر اتنين؟ اخواتي البنات. اكتر اتنين. انت اقتصرت الموضوع على اخواتك يعني، كويس، ربنا يبارك لك فيهم. الصحاب برضه كل واحد شويه كده وشويه كده، في ناس بتكمل وفي ناس ما بتكملش. مش دايما مش دايما. طيب قول لي بقى، لو هتحب توجه رساله لشخص من غير ما تقول اسمه هتحب تقول له ايه؟ على حسب الرساله، مثلا من ناحيه حب، من ناحيه لا شوف انت اختار شخص معين في بالك ووجه له رساله بس من غير ما تقول اسمه، اختار انت المشاعر اللي حابب تعبرها عنه. اتمنى يعني يكون سنه سعيده ويغير حياته للافضل، والسنين اللي فاتت يعني يشوف مثلا هو اثر في ايه وغلط في ايه، يحاول ان هو يعدل ويبدا بقى سنه جديده وتكون سنه مثلا كلها سعاده كلها حب يا رب ان شاء الله. طيب وجه رساله ل 2024. يا رب نحقق بقى في اي حاجه ان شاء الله ان شاء الله، عشان ما تبقاش محبط واقابلك السنه الجايه. طيب بص انا اسالك سؤال غريب شويه، لو بابا نويل اوكي كان بيحقق الاهداف وقال لك انا هخليك انت واصي على الناس ان انت تحقق لهم هدف، تحب تخلي ايه الحاجه اللي تعملها لهم او تحققها لهم؟ الحاجه اللي انا احققها في بنات كتيره مش اهلها مش عارفه تجهزهم والكلام دوت، فبالتالي دي اكتر حاجه هعملها. ربنا يوفقك. طب لو هو كان عربيه بابا نويل كان مشاها نشاط تجاري وفي البلد كده عربيه كده، تفتكر يكتب عليها ايه في مصر؟ عربيه ايه دي؟ ما هو عشان بقى ايه طول السنه نايم. ايوه عربيه ايه دي؟ عربيه بقى يعني. ايوه اكتب الاسم ده، عربيه ايه دي؟ ما بقى كل الهدايا. ايوه ما بياخدها اسم مميز. تمام، احنا بنشكرك جدا. الله يسلمك. شكرا. العفو. شكرا.